يا زلمه احكي لهم اللي بدك اياه. افتح لي الباب من ورا ضروري. خليش بدك وقت. خلص سامي بعدين بفهمك. افتح لي الباب من ورا بس ما عليك. العصافير مش في العش والعش كله مش في محله. إذا ضاع بكره عارفوا إنه من أسلوبكم كبرة راسكم وتربيتك. والله غلطان. شوف إيش يا زلمة. شوي فهمني شو القصة؟ شكرا راح اسمع، اذا ابوي عرف راح اطلع من الجامعه كلها وانا ما درست اشي ومركن هذا الموضوع. قلت لك تقلقش، خلص عندي الموضوع. ابو اللي قتل امي يا عليا. اذا بنروح بنشوفه 5 دقائق هالسريع وبعدين بنطلع بنطشطش. خلص من وين؟ أنا من إيدك هاي لإيدك هاي. هلا هاد المعفن الشيخ محمود. اها ما كل الجامعه بتعرف انه ديلر. استشرف عدوري. انوار يا هبلة أنا بحبك بس بدي تصبر معي شوي أظبط وضعي. بروح على أبوي منيجي تطلبك من أبوك بعين كوية. طيب ثانية وأنا بحبك. بلكي هي بدها شي يعني. يا عم انت نساك منها، شو بدك فيها انت؟ مالك في البنت؟ انا بسألك انت، لك رغبة فيها ولا لا؟ فكرة خالد جد زي ما الناس بتحكي. يجوز والله يجوز لا. بس في شاب صاحبي ملوش علاقة بإشي مات بسبب مين البركة؟ أنا النج PNG علامة مسجلة. سارة ولك مالك ليش إلك فترة هيك بتعامليني؟ أحمد حل عني، عن جد بدي أحكي لك إشي اللي براسك عمره ما رح يصير. لو ما ضل بالدنيا زلام غيرك يا أحمد عمره ما رح يصير. ولك هبلة جد شو اللي براسي؟ شو مالك؟ مش فاهم إشي. عامل حالك مش عارف. حلو أحمد خلص تركني بحالي يعني بكفي مسخرة وتمثيل. سارة جد مش فاهم إشي، شو قصتك؟ شو في؟ شو مالك؟ أنت وعمي كل واحد داير على أبوي لسه من جهة. يا أخي خلص بديش أتجوزك. ولك مين جاب سيرة الجيزة؟ مين حكى لك أصلاً أنت بدي أتجوزك؟ معكش خبر عن جد؟ يا الله يا شكله ما معك خبر. أحمد أنا آسفة عن جد، أنا آسفة يعني مش كثير مبسوطة بهالحوار، بس أبوي وأبوك بخططوا يجوزونا يعني. شو قصة أتجوزك وتتجوزيني؟ بعدين كيف لو إني مش معرفك على مريم ولك؟ صحيح أنت أبوي لليوم مش راضي يخطب لي إياها، بس أنت بتعرفي إني بحبها. طب ساعدني أحمد بحياتك يا زلمة.
شو بدك أنا جاهز، بس المشكلة اللي أنا مش عارفها كيف أبوي بطل بك وأنا مش موافق. يسحل لك ولا أنت الطولي؟ مش عارفة، بس لازم نخلي أبوي وأبوك يعني يسكروا على الموضوع لأنه خلاص قفلت. ماشي بنحكي. تمام. مساء الخير يا محترم. هلا. اقعد نحكي زي اتنين زلام. مين سمح لك تقعد؟ اقعد لمصلحتك. بس بسرعة لأني مستني جماعة. قول لي كم فيلم حضرت قصة الشاب الفقري وبنت الثري؟ عمرك شفت منهم قصة خلصت أخير؟ لخص وبلاش بتاعتك السردية وهات من الآخر إذا بزبط معك، ولا لازم تلف الدور لأنه شكلك هيك بيحكي. تبعت أجيب لك إياها من الآخر لأنه أنت مبين عليك لبت. صورة مش لإلك ولا حتى لبني آدم بيشبهك، وأبوها مستعد يدفع براسك مبلغ محترم إن لزم الأمر. وصلتك رسالتي يا ابن الناس؟ مصاري بتخلص والدم بيخلصش، وإذا واحد مستعملك مرتزقة ودافع لك على راسي راسك بجيبوه شبابنا وببلاش. حبيبنا بالنجاح. هلا خلي لك يمكن معك تشتري دخان. البنت بدهاش هي يا عمي، بدهاش وانا مش مستعد ان انت اضل اطارد وراها وهي رفضاني. بعدين جد شو عدا ما بدا صرت تحبني وتموت علي وبدك اياني اتجوزها. نسيت قديش كان يحكي لك ابوي هي احمد وهي احمد، وانت طبعا مش شايف غير عمر وابو عمر. ما تجيب سيرتهم ولك يا احمد، انت ابن اخوي يعني دمي ولحمي، ولك انت الوحيد اللي ممكن امنك عليه يا زلمه. مش هتستوعب. تشرك من هالعقليه القديمه عمي. اليوم البنت حكت معي حكي بهز جبال، بعدين انا مش مستعد اخذ وحده قلبها معلق مع غيري. ولك بتنساه ولك انا اللي عملتك وسويتك من الاخر، يا تكسب قلب هالبنت وبدير بالك يا بديش اشوفك عندي من مره ولا خلقتك. يلا بلاش عمي بلاش. اصلا وقت ما صرت غني بطلت تعرفنا، والوقت اللي عرفنا فيه عرفنا لما صرت بحاجه اخ وابن اخ. اطلع لي برا اطلع. استنى اعطيني مفتاح السياره بدي اشوفك عندي. يلا روح توكل على حبيبي. يلا سامي شو الاخبار حبيبي؟ هلا. اضرب زلحش الوضع، صار يدخن واحمر كمان، والله صدرك بيحمل يا صاحبي. طيب مستني حدا؟ لا هيك لا تاخذ لحالي. طيب نايس، صدفة حلوة اني شفتك هون. هاي الشباب جايين، مازن وفادي. ولا مازن حكى لك؟ مازن؟
لا انتوا بتطلعوا مع بعض دائما يعني؟ يعني بالعيد دائما نطلع. هاي الشباب وصلوا. كيفك سامي؟ فادي سامي تعال مازن. على حساب، حكيت لك تعال نطلع، مش جاي على بالي. خلاص مش حابب اكل محل رح انبسطوا انتوا. ليش هيك عملت؟ شو في؟ خلص مش طايق حالي، مازن روح مع اصحابك. إذا موقف زي الزلام احكي لي، شو مالك يا زلمه؟ انت من امتى تطلع مع هدول العالم؟ يعني هي مشكلتك؟ نطلع لما فادي وعمر؟ هاي هي كل القصة. يوم اعتقالك ضلوا معنا لنص الليل. عيب على فكرة اللي عملته. حبيبي هدول بيناسبونيش، في شغلات انت بتعرفهاش، مش تمشي مع الناس وتثق فيهم بسرعة لمجرد شفت موقف منيح او اثنين منهم. هاي سياستهم اصلا تكونش مضحكة. مضحكة على اساس انه بعد الظن اسمي يا ابن الشيخ. انت مش هيك سامي، ولا عمرك كنت هيك. شو قصتك؟ ايش في؟ خلص بعدين. لازم احكي لي شو في سامي؟ شو في؟ أبصارة. شو ماله بصارة؟ بعت ناس تهددني عشان ابعد عنها. شو بتحكي؟ تعال خلص نروح معهم نحكي بعدين. يا زلمة لا بدي اروح معك، استنى شوي. يا زلمة بصيرش. خليك هني جاي. شباب حكوا على راسي بس انا لازم اروح. سامي صايره معه قصة. خير مازن شو في؟ احكي لنا بنوقف معكم. خير شو صاير؟ إذا نقدر نساعد. لا ان شاء الله بسيطة، خليني بس افهم شو القصة وان شاء الله ما بنعتذر شيء. طمنا، إذا بدك شيء رن. ماشي شباب، حكوا علي كمان مرة. ولا يهمك، سلام. شوف هالكرونج، ها عليك بتعمل ايه من هالاشكال؟ يا زلمة هو لزك في سماي. جايب لي مازن وجاي، والله غاب وجاب. فادي افندي. يا زلمة حكى لك صاحبه معي مشكلة، بده يوقف معي. اذا ما انت مصدق على الحكي الفارط، سامي ضربه من يوم ما عرفناه. ها اسمع، على الفنان إليسا. انا وريدة اهتمام. اللي بدك اياه، شو تشرب؟ روح نطلع الخنات. إذا ما هسه وصلنا. بدي اشم هوا، روح نطلع. تأكد منهم؟ يعني أنا مش مرتاح لهالصحبة. دخلت السجن هم مش أصحابنا، أقرب ليكونوا أعداء. طلعت لقيتك طالع نازل معهم. صدقني زي ما بحكي لك، الشباب مناح وجدعان. مناح كتير ما شاء الله. عندهم مبادئ وقيم. منيح اللي شفنا اسنانك. ترى جد سامي الشباب كثير محترمين وجدعان. يعني وقفوا معنا يوم القصة اللي صارت، وضلوا معنا بالمستشفى أول ما لقطوا الخبر. وقفوا معنا بكل أيام العزاء وهم ما بيعرفوا لمحمود. حتى عمر كان كل يوم الثاني يرن يسألني عنك وشو أخبارك وشو صار معك. وحتى عملوا زيارة لأمك بالبيت. أوف كل هذا. حكيت لك الشباب مناح وما في منهم، يعني ما شفت منهم إشي عاطل. أنا يا أخي جرب أنت تعطي فرصة. عموما هسه تركنا منهم، أنت كيفك؟ مش منيح يا مازن، مش منيح، مخنوق. وليش؟ شو صاير؟ يما وين بدي أكون مع مازن يعني؟ بعرف تأخر الوقت. خلص يما بالله ما تضل تنكي. خلص اوكي ماشي بتأخرش. يلا باي. شو بتعمل انت؟ بكره عندك فاينل؟
روح ادرس. ما هي طلعت مع عمر كانت لها السبب. بعدين ما هيك انت الثاني عندك فاينل، ليش ما تروح؟ لا، دكتورة أخرت لي امتحاني شوي، قالت لي لازم تاخذ فرصتك زيك زي باقي الطلاب بما إنه طلعت جديد من السجن. وبيني وبينه أنا ما صدقت، لا جعبان أدرس ولا قادر أدرس. والله هيك مدلع لعند ليلى. كيف زبطت معك هيك؟ أنا بحب جامعتنا صدقا مازن. أول إشي لما رجعت على الجامعة عملت تسجيل بعتوني على حملة الحق في التعليم وحكوا لي وفهموني حقوقي كأسير محرر. بصراحة يعني شفتهم كتير بيساعدوا الأسرى وبتفهموا نفسياتهم. بس استنى شوي، أنت حكيت لي طلعتك مع عمر عشان الامتحان. علي. راح أعلل يا سيدي، بس خليها بيني وبينك. كنت أدرس، رن علي بحكي لي بدنا نطلع. أنا تقريبا كنت مخلص، حكيت له يعني ساعتين زمن وبنطلع. لو بحكي لي ما فيش داعي. طلعوا أسئلة الامتحان والإجابات النموذجية راح أجيبهم، بس مش تحكي لحدا. شو بتحكي لهالدرجة؟ شو بدك أحسن من هيك؟ كله على البارد المستريح. زين كيف قدر تجيبهم؟ بعدين ولا هالشغلة ممكن تعمل بلاوي. شو اللي بتعملوا فيه انتو؟ شوف أبو كلب ميت اللي بنحبس وقوات خاصة بتعتقله وهو أسد، خايف من سرقة امتحان. يلا تصبحي على خير عليا. زين شو اللي بتخبص فيه؟ كيف تعمل هيك؟ كيف تقبل حالك اصلا تعمل هيك؟ اسمع، سوكاش على سماي، دفنينه سوا يا اخوي. بعدين هاي ليلى يا زلمه بتجيب حجابات مش اسئله. يقطع شرها مطلقه معقده نفسيا وجاي بتتفشش فينا. ما زين انا بطلت فاهم. هلا انت عن جد ماشي معهم بهيك شيء؟ اذا الدكتوره عرفت رح تخرب بيتكم كلكم. انت بتعرفش انه في لجنه اضرام رح تشكل عشان الغش؟ الموضوع هذا فيش فيه مزح. تحميل الماده وفصل من الجامعه مؤقت او حتى نهائي. بعدين بعيدا عن العقوبه. انت متخيل شو تسرق الامتحان ويصير الكاري والخاري واحد؟ اوف، خلص هذا اللي صار يا سيدي. اقول لك انسى اني حكيت لك واحكي بشيء ثاني. اضلش حكي مازن. اقسم بالله انت من اول ما مشيت مع هدول العالم وانا مش مرتاح. حسيت انه فيك اشي تغيرت، بس مش متخيل انك وصلت لهون. اوف اوف اوف، مش لهالدرجه يا زلمه. شو هالدراما هاي؟ بعدين انت فكر ليل نهار معهم، يا دوب بالاسبوع نطلع لنا طلعه او بالجامعه لما نتلاقى الجميع عادي يعني. مش لدرجه اتغير ونتغير وخربت وصرت بسريش. ما بعرف شو احكي لك يا مازن، زي ما بدك انت حر. خلص سامي، بلا ذكر الدم مثاليه بحياتك. بعدين انت وين جبتني وضحكت علي؟ شو اللي صاير معك؟ ما حكيت لي مين اللي هددك ومين اللي بعتهم وايش اللي صاير؟ عارف أدياني شاب كان يبعد عن سارة وسارة مش إلك. حتى كان معاني ناس شكلهم مش مريح. حكى لي أبوها مستعد يدفع راسك مصاري. ولك هاي القصة كبيرة، احكي لي كل شيء من طقطق للسلام عليكم.
صباح الخير. صباح النور. مالك ليش زعلان؟ شو الجديد يعني؟ ان انت كنت مبسوط. بس انت مالك على الصبح بوزك زي بوز الاخس. مالي ولا اشي. زي ما بدك. سلام. كاش وصلنا على الجامعة؟ لا سارة مستعجل. أحمد سام بيردش علي، أكيد عاملين معاه إشي أنت وأبوي. سارة في مجال تبطل تدبي في ظهري كل مشاكلك أنت واللي خلفك؟ بصير برضه أحكي لك إنه لو آخر يوم بعمري ما بتجوزك. وأنت لو آخر قرد على وجه الكرة الأرضية مش راح أتجوزك. وفي مجال بعد إذنك ما تضل تجيبي لي سيرة سامي وسامية. لعد ليش طالع نازل مع أبوي رايحين جايين مع بعض كل يوم مع إنك وعدتني يا أحمد تساعدني في موضوع يا سامي. الله نكد البنات. طيب شو أنوار؟ سلامات، شو الوضع؟ منيح. أنوار أنت حبيب قلبي، جبت لك هدية. شو بدك من الآخر يا سامي؟ يا زلمة والله جاي أسلم عليك، جبت لك هدية، خذ افتحها. سامي خلصني، شو اللي بدك يا إياه؟ زلمة خذ افتحها بس. بديش أفتحها، شو بدك؟ زلمة هدية هاي، تعال استنى شوي. طلع. بدي منها خدمة أخوية، من أخ لأخوي يا أنور. من أخ لأخوه. بدنا نهكر حساب الواحد. إنساني من هالموضوع أنا جميعه، أنا تبت، أنا إنسان خلص ما إلك فيه، أنا تبت من هالشغلة بطلته. جاي تتوب على دوري يا أنور؟ إنساني منك، تبت خلص. سلام بحياتك الله بالهبل. أبدا. أنوار أقسم بالله إن ما عملتها إلا أحكي للدكتورة ولعليا كمان شو صار. تعرفني بحكي له. شو ما تفكرش كتير يا زلمة، بحكي لهم بحكي لك. أنا أطلع من راسي، أنا ما إلي في العلاقة هيك، ما دخلني. بطلت، تبت. طاولة معك شيء؟ استنى رن على الدكتورة أنا. شو بتسوي؟ رن على الدكتورة. انسى يا زلمة بلا حقارة، شو الدعوة؟ اهدى. طب يلا من تمسك فوت على حساب أشوف. شو اللي بدك إياه؟ بدنا نفوت على حساب عمرو فادي. يلا شوف شغلك. شوف. هي حساب عمر. حلو، شو هي؟ حساب فادي. هي كلمات السر، هي كل إشي. الله أنوار، اسمع بعت لي كل شيء، كل شيء. اسمع حبيبي أنوار. تعرف في كرفك. وين التليفون؟ ابعت ابعت. أيوة. أنت كيف بتعرف إنه أنت مكرش عالية؟ أنوار كل الدفعة كل الجامعة تعرف إن أنت مكرش عليها. حبيبي أنور.
تلحقيني. امسكي. اسمعي، هدول بيعملوا لك 10 سجاير، مش تلفيهم كلهم تفرطي، هيك شغلات بدهاش دفاشة. شايفني أول مرة بدخن، كم بيطلعوا؟ ماشي 250. سلامة خيرك. 200 بكفيك. هاتي. استرزق. ناحي 200. لا بعرفك ولا بتعرفيني. أنوار شو مخبيه؟ ما فيش شيء. هات شوف. شو هاد؟ اشي هيلتي شركة السحاب تعمله. السحاب؟ امسك امسك. معي اشي خليك تطلع فوق السحاب. لا يسلموا، بديش. لا بلاش. السحاب منيح. فيش مجال. الأخلاق أهم من العلامة. العلامة بتتعوض، بس الأخلاق بعمرها ما بتتعوض. الامتحان هو عبارة عن اوبن بوك، حيكون 3 أسئلة، جاوبوا على سؤالين منهم. أعطي الصف اللي وراكي، أعطي الصف اللي وراك، أعطي الصف اللي وراكي، أعطي الصف اللي وراك.